ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده كنت بجهز معاكم وعملت معاكم الميك اب لوك ده، وجربت معاكم حاجه جديده صغننه كده يعني في اخر الفيديو. فما تنسوش تشوفوا الفيديو للاخر، وكمان تكتبوا لي رايكم في الكومنت وتعملوا لايك اكيد وشير مع اصحابكم. وبس كده، يلا نبدا الفيديو. اول حاجه استخدمت السان بلوك ده من كولاجرا، بحبه جدا ويعني خلاص بقيتش استغنى عنه. بحط منه كميه مناسبه كده وبوزعه على بشرتي. والفيديو اللي قبل ده على طول قلت لكم ايه الحاجات الروتين اللي بستخدمها قبل الميك اب، وده من ضمن الروتين بس في حاجات قبله. وبعد كده هرسم حواجبي بالقلم ده من ريمل. هو انا مش عارفه ليه بدات الفيديو من غير كلام، بس هنكمل الفيديو كلام عادي، هي الحته بس دي الفويس اوفر. وده من ريمل، ومش عارفه، حاسه ان انا مش حباه قوي، لسه مش متعوده عليه ولونه مختلف عن اللي انا متعوده عليه. وبرده الرسم بيه مش احسن حاجه، فمش عارفه لسه يعني ايه، مش متعوده عليه، حاسه ان هو غريب ومش زي بتاع شيك لام اللي انا بحب استخدمه دايما يعني. وهو كمان بيدي افكت فيه زي شعيرات، يعني القلم نفسه تحس ان هو فيه شعيرات كده، المفروض بيتقل شعر الحواجب. وكمان بحسه ناشف كده شويه، مش بيجري كده. يعني ما اعتقدش ان انا هرجع اجيبه تاني، يعني ممكن اما اخلصه خلاص. وهو كمان كان عايز يتبرى وانا كنت مكسله يعني. رسمت حواجبي بقلم الحواجب ده من ريمل، الدرجه بتاعته رقم 3 دارك. هبدا دلوقتي احط الفاونديشن ده ميكس كده، كذا فاونديشن مع بعض من الكوليكشن عندي، وحطهم في الجار ده عشان ان انا اظبط الدرجه وكده. فحطيته على ظهر ايديا، هبتدي ان انا اخده وهحطه ككونسيلر وفاونديشن وكله. طبعا هو افتح من درجتي شويه عشان اسمريت شويه الفتره دي، بس هو في العادي بتبقى درجته يعني مظبوطه. وبالبيوتي بلندر هبتدي ان انا ادمج كده. ممكن اخد تنتوفه بس من ده تحت العين كده، بس ايه، تنور حاجه بسيطه مش اكتر من كده. ده الكونسيلر بتاع شي جلام، الدرجه اسمها مادلين. زي ما شفتوا النقطه دي ظبطت الدنيا، ده شكله. البلاشر بقى محتاره جدا، بس اعتقد ممكن استخدم ده من شي جلام، اللي هو اللونر اوربت بلاش، والدرجه دي اسمها اتموسفير. وبالفرشه دي هاخده كده على طول وابدا ان انا احطه بس. يعني انا بحس البيجمنت بتاعته حلوه، ولما بيندمج بيبقى شكله طبيعي وكيوت كده. وبعد كده بالبيوتي بلندر هبتدي ان انا ادمجه واخففه شويه. هحط الكريم هايلايتر ده من شي جلام، وهبتدي ان انا اعمل له بلند بنفس البرش كده. عشان يديني جلو كده ويندمج مع البلاش. وبعد كده هثبت كل حاجه باللوز باودر دي من فلورمر. هتاكد ان طبعا كل حاجه مدموجه مفيش اي خطوط. وبعد كده ايه، اثبت كويس بقى عشان الحر. استخدم الباليت دي من ويت وايلد، هعمل ميكس كده بين الدرجه دي والدرجه دي. ونفس الدرجتين هحطهم برضو على خط الرموش اللي تحت. وبعد كده بصباعي هاخد الدرجة دي احطها هنا كده، اخد فرشة واسعة كده وادمج اطراف الالوان مع بعض.
هستخدم القلم ده قلم حواجب من روزبيري، بس هستخدم اللي هي الجزء ده الفلوماستر كايلاينر. خط صغنون. هستخدم الماسكارا دي من شي جلام، البرونزر بتاع كاتريس. مش عارفه ليه مش حاسه انه بيحط. والبلاشر هحط ده من لونا، ده درجته 511. عايزه فرشه، درجته 511، لونه نوت كده حلو. حاسه ان انا بقيت اوفر، عايزين نخففها كده. البيوتي بلندر هبتدي ان انا ادمج كده، اخفف شويه. والهايلايتر طبعا ريفل 52 ميكس التو شيدز دول. سيبال اولد بينك. اوكي. طيب للاسف الجزء وانا بحط الليبستيك اتقطع، وهو الحاجه الجديده اللي المفروض كنا هنجربها مع بعض كان الليبستيك ده من شي جلام، اللي هو بيبقى نصين كده. عايزه اوريكم، بيبقى جزء ليب لاينر وجزء ليب جلوس، وانا كنت ناسيه ان هو في ليب لاينر فما استخدمتش الليب لاينر، استخدمت بتاع سيبيل اللي وريتهولكم، وده الليب جلوس اللي انا المفروض حطيته يعني. بعد كده حسيت ان هو لونه يعني بني زياده. هي الدرجه دي اللي هي اسمها باي ذا بوك، تمام. فانا حطيت الليب جلوس، وبعد كده حطيت نقطه او تنتوفه من التنت بتاع شي جلام ده اللي هو درجه اسمها ليفل اب، تمام. بس فللاسف الجزء ده ما اتصورش، فان شاء الله هجربه معاكم مره تانية ونستخدم بقى الليب لاينر والليب جلوس مع بعض. اخر حاجه عملتها هو ان انا حطيت الماسكارا دي بتاعت شي جلام، بس للاسف ما اتصورتش، ونضفت كده شويه حوالين الحاجب بالكونسيلر وبس. بغض النظر عن الراجل اللي ورايا ده، بس انا مستعجله. فمتنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اكتبوا لي كومنت برايكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.